ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل الناس اللي قالت لي الف سلامه، شكرا جدا يا جدعان. النهارده بقيت احسن، الوجع خف، يعني بقيت اعرف اتكلم، بقيت اعرف اكل، بقيت اتعامل عادي في حياتي. المهم انا ليا عندكم طلب. انا عايزه اطلب منكم طلب، يعني افهموا انتوا بقى اللغه دي. ممكن كل اللي عنده افكار فيديوهات معينه، عايزين مثلا فلوجات، عايزين روتين في البيت، بعمل ايه او ما بصحى وبنزل، بشتغل ايه، بعمل، عايزين تعرفوا يومي بيمشي ازاي، عايزين روتينات معينه، عايزين روتين بشرتي صباحي مسائي، اكتبوا لي كل الفيديوهات اللي في دماغكم، اكتبوها لي تحت. إيه لو حابين تشوفوني كل يوم، يعني لو ما عندكمش مانع، لو حابين تشوفوني كل يوم اكتبوا لي بقى الفيديوهات دي تحت في الكومنتات. وخلينا نبدا الفيديو النهارده عشان ما اطولش عليكم. والفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن شويه اساسيات كده في الصيف. يعني اول ما الصيف ما بيجي لازم كده يعني يدخلوا كده معايا الصيف. فدي حاجات اساسيه لو انت في سن مراهقه، او لو انت حابه تعرفي ايه الحاجات الاساسيه. بصي، هي شنطه كده باخدها معايا لو انا مطوله بره، لان انا بيجي عليا ايام ببقى بره من الصبح لحد بالليل. فدي كده حاجات اساسيه لازم تتاخد معايا. فحابه اقولها لكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك والشير والكومنت بتاعكم الحلو. هاتوا حاجه تشربوها، وتابعوني على انستجرام وعلى تيك توك. وخلينا نبتدي. بصوا بقى، اول حاجه بالنسبه لي ولازم تتحط في الشنطه، انا هعمل لكم فيديو عن اساسيات الشنطه بتاعتي، باخد معايا ايه ما باخدش ايه. بصوا هعمل لكم الفيديو ده تاني خالص. بس بالنسبه لي الحاجه الاساسيه السون سكرين، سواء بتاع دراكون او بوبي جل. بصراحه الاثنين حلوين جدا. ده سعره 170 جنيه، وده كنت جايباه في عرض مع المزيل العرق ب 240 بدل 340 تقريبا. ويعني لوحده ممكن نقول ب 200 جنيه مع تقريبا، يعني مش عارفه بصراحه لوحده بكام. بس هو عامة من الحاجات اللي هي رخيصة، يعني يعتبر الاتنين نفس سعر بعض. الاتنين حلوين جدا، بيحموا من الشمس. بس الفرق ما بينهم ان ده حجمه اكبر من ده. ده 60 جرام بتاع بوبي جل، 60 جرام يعني حجمه قليل جدا. وده حجمه 200 مللي، يعني حجمه كبير قوي، هيقعد معاكم وقت طويل جدا. فدول بالنسبه لي حاجه اساسيه. زي ما بقول لكم بيجي عليا ايام بطلع منه الصبح برجع بالليل، فلازم كل ساعتين بجدد السان سكرين بتاعي، عشان انا ببقى واقفه في شمس سواعي، ببقى بتحرك كتير، فببقى محتاجه السان سكرين بيبقى معايا. طبعا ده بقى ما باخدوش يعني معايا في الشنطه. بس الشاور جل ان انا باخد شاور قبل ما بنزل، دي حاجه اساسيه بالنسبه لي. يعني انا قبل ما انزل كده لازم الشاور يتاخد، وممكن كمان بعد ما برجع بعد اليوم الطويل. فده اكيد يعني مش هناخده معانا الشنطه. بس ده من الحاجات الاساسيه في الصيف. يعني يا جدعان ما نسيبش نفسنا باليومين والثلاثه ما ناخدش شاور. يعني ممكن ناخد كل يوم عادي، يعني الشاور حلو بيغير من المود، وكمان بتنضفي جسمك من التراب والعرق بتاع اليوم. فبجد بيخلي المود حلو جدا. وده الشاور جل اللي انا دايما بستخدمه، اللي هو بتاع كير اند مور. كان ب 20 جنيه وحجمه 280 مللي، اسمه كير اند مور. ده بريحه التوت، وكان معايا بالبطيخ. بجد اللي جاب الشاور جل ده يكتب لي تحت في الكومنتات ورايكم فيه كانت عامله ازاي. بجد تحفه. انا اصلا اول ما اخلصهم انا هشتريهم تاني، بس يا رب الاقيهم تاني بنفس السعر، ما يكونوش بقى غلو. فده كده شكله، دي ريحه حلوه قوي، وبينظف حلو جدا، وبيرغي كمان حلو قوي. بعد كده وحاجه برضو اساسيه وما اقدرش استغنى عنها، هي المزيلات العرق. اساسي يا جدعان، لازم ناخد مزيل عرق. لو انت مطوله اليوم كله، لو انت مطوله يعني طالعه من البيت من الصبح لحد بالليل وهترجعي بالليل، فلازم ناخد معانا مزيل عرق. وبالنسبه لي الاثنين دول حلوين جدا، ده بتاع ستارفل وده بتاع دراكون. الاثنين بجد تحفه. بس ده بيقعد اكتر في الجسم 48 ساعه، بجد خطير. وده بيقعد 24 ساعه. بس ده اصلا ما بحسوش ان هو بيكمل ال 24 ساعة يعني. بس ده لا، ده انا عاجبني قوي، وحاسه ان انا هفلسع من ده وهبتدي اشتغل على ده كتير قوي. يعني لما يخلص ممكن اجيبه تاني، لان بدايته حلوه قوي. بس لسه اما اجربه اكتر هبقول لكم رايي فيه وكل حاجه. ده سعره وصل ل 100 جنيه. ده انا اخر مره جايباه 100 جنيه. وده زي ما بقول لكم كنت جايباه مع الصن بلوك في الشنطه ب 240 بدل 340. لوحده بقى بصراحه انا ما اعرفش. انا لو عرفت اجيب لكم الاسعار لوحدها ممكن اقول لكم. بس الفكره يا جدعان الاسعار بتختلف مثلا من على الويب سايت بتاعهم، او بتختلف مثلا من محل لمحل. بس اللي انا عارفاه ان في ناس محلات يعني بتبيع واحد زائد واحده ب 150 جنيه او 160 جنيه. فده عرض حلو جدا على الاثنين. فبجد لو لقيتي العرض ده بهاتيه، لان هو بجد تحفه. بعد كده بقى عايزه اكلمكم عن الجل الالوفيرا بتاع لاروس. بجد يا جماعه انا في الصيف هو جل الوفيرا بامانه لو استخدمتيه كترطيب للبشره كترطيب للجسم بعد الشيفنج، بعد شيفنج البشره، او بتعملي شيفنج للبشره، بجد من الحاجات اللي هي تحفه. بتهدي البشره جدا، مش بيعمل اي حساسيه. وكمان ان البراند دي بتعمل حاجه طبيعيه ما فيهاش اي كحولات. بجد انا جربته، بجد من الحاجات اللي هي الحلوه. عايزه اوريكم اصلا القوام بتاعه، استنوا. قوامه اصلا خفيف،
وبصوا نقطه منه فظيعه، وبتدي لمعه حلو قوي للبشره، والبشره كمان بتتشربه بسرعه. بجد هو ما فيهوش اي ريحه، هو ريحه الوفيرا، هي ما فيهوش اي كحولات ولا اي عطور. ممكن على فكره نستخدم ده بعد الشمس، لان هو معروف اصلا ان جل الصبار بيستخدم عادي ان هو بيهدي البشره، ودايما يقول لك استخدمي الجل الصبار بعد الشيفنج عشان يهدي من البشره. فده منتج بالنسبه لي حاجه اساسيه في الصيف او الشتاء، ده حاجه كده بالنسبه لي اساسيه. عايزه اقول لكم ان جل الصبار ده، بصوا الباكج الحلوه دي ب 75 جنيه، وكمان ليا ديسكاونت كود فيلاروز هيديكوا 15% خصم على اي اوردر، ودي ب 75. فانتوا لو خدتوا 15% خصم سعرها هينزل قوي. فبجد دي من الحاجات الحلوه جدا، فارشحه بجد لاي حد عايز يجيب جل صبار، وبجد هو خطير. بعد كده لازم حاجه اساسيه، وهي البرفيوم بتاعه الشعر من بايو باك. بصوا دي حاجه اساسيه، انا خلاص يعني بقيت اعتمد عليهم، وانا نازله لازم بحط واحده كده وانا نازله، لان انا بعمل ريفرش لشعري كتير قوي، وببقى مش عايزه، حاسه ان انا ببقى مش عايزه اغسله، بالذات لما بطلع من الصبح لحد بالليل شعري بيعرق، فطبعا لازم اعمله ريفرش. فبستخدم البرفيوم بتاع بايو باك، وبرده ليا ديسكاونت كود بتاع بايو باك هسيبه لكم هنا لو حابين تجيبوه. الحجم ده 100 مللي، عندهم بريحه الورد وجوز الهند، وعندهم بريحه الفواكه. الديسكاونت كود هيديكوا خصم 10% على اي اوردر هتاخدوه، ودي تقريبا سعر واحده من 115 ل 120، يعني بترطب الشعر قوي. بصوا بقى مكوناتها، فيها بنسينول وفيها جليسرين وفيها فيتامين اي، فهي بجد خطيره في الترطيب الشعر، مش بتلزق الشعر خالص حتى لو حطيتي كميه كبيره. بس انا عامه برش هم 4 بخات كده او بختين بكتير، على قد ما شعري ما بيحتاج، وبجد هي خطيره. بصوا بقى، انا مطلوب مني الفيديو بتاع عايزين كل البرفانات والباديز بلاش اللي عندي، بس انا جبت البرفيوم دي من ايفون، اسمها سوفت ماسك، ريحتها تحفه. استنوا هفتحها اوريها لكم، هي بجد خطيره. بصوا جدعان، بجد انا من الناس اللي بتحب البرفيوم قوي، وبتحب ان انا اشيلها، يعني انا بجد انا بحب اشيل البرفيوم جدا، لان هي اصلا مش بتخسر. بصوا الشياكه، بصوا شكل ايه ده، شكلي بصوا عامله عكس عكس ازاي. بصوا شكلها بجد يا جدعان خطيره اهي، تحفه. الباكج بتاعتها فظيعه بقى، ريحتها هقول لكم. عارفين الشاور جل عندي اللي هو لونه بينك اللي هو بتاع ايفون، هي نفس الريحه، هي بجد. عارفين ريحه النظافه، الريحه اللي هي تحطك في مود حلو كده، وريحه هاديه وكوزي قوي كده، تحبي ان انت اصلا تحطيها اللي هي بعد الشاور. بصوا خطيره بجد، خطيره. عارفين بجد انا ما باخدش منها، انا جبتها وشلتها. زي ما بقول لكم كده، انا بحب اجيب البرفانات واشيلها، لان هي بجد البرفانات يعني بالنسبه لي ما بتخسرش، يعني حتى لو فضلت قاعده هي بتتعتق، فريحتها بتبقى قويه اكتر وبتبقى حلوه. فدي كان سعرها عامة برفانات ايفون من 250 ل 350 تقريبا، في الحدود دي، معرفش في ب 400 لا، بس انا اكيد يعني واخداها من ماما يا جدعان يعني. بس بجد من احلى الحاجات اللي بجد يا جدعان، ريحتها هاديه قوي، ومن الحاجات بجد اللي عجبتني. فلو انت عروسه ممكن تجيبيها، لان هي بجد خطيره. فالبرفانات بالنسبه لي حاجه اساسيه، ممكن باخد دي لو معايا شنطه كبيره، ولو شنطه صغيره باخد سايز صغير كده شويه. وفي كده حاجه في شي ان بيستخدموها في البرفيوم، اللي هي مخرومه كده شويه من تحت، وبيحطوا فيها البرفان عشان لو حجم البرفان كبير بناخدها هي. فانا بصوا يا جدعان، انا هحاول اسيب لكم الصوره بتاعتها هنا عشان تحاولوا تفهموا، ولو عرفت اجيبها هجيبها لكم. المهم البودي سبلاش بالنسبه لي اساسي في الصيف، الاثنين دول من بس اند بادي، بصراحه دي كانت جايه لي هديه، ودي اللي انا اشتريتها، ده اللي هو الاصدار الاماراتي، كان ب 75 جنيه. ده الاصدار الاماراتي اللي هو شبيه بالاوريجينال بالظبط، لكن دي اوريجينال تمام، يعني اللي معايا دي اوريجينال بالظبط. دي اسمها بابلي روز. بصوا بقى ريحتها، هقول لكم استنى. ريحتها سويتي قوي، مسكره جدا، هي ريحتها مسكره بجد، عارفه اللي هو انت تحطي برفان كده منعش قوي، هي دي كده بالظبط. فانا بصراحه دي عجباني، وبخيت منها شويه بصراحه، مش قادره ابخ منها تاني، بجد عايزه اشيلهم بجد يا جدعان. انتوا مش متخيلين انا بحب اشيل البرفانات ازاي، والبوديز بلاش، وبالذات بتاع بس اند بادي دول. عايزه اقول لكم ان انا هطلب اوردر تاني من بس اند بادي، علشان اعمل لكم ريفيو، هجيب مثلا قد 4 أو 5 تاني، عشان اعمل لكم كده شويه ريفيوهات عنهم. وده الاصدار الاماراتي، عشان لو مفيش الامكانيه نجيب الاوريجينال، ممكن نجيب الاصدار الاماراتي هو. وزي ما بقول لكم هو ثابت لمده 3 ساعات، فدي حاجه حلوه جدا، وسعره 75 جنيه. بصوا بقى، في الصيف بالنسبه لي مش بحط روج كتير، اللي هو الليبستيك مات والحاجات دي، بعتمد اكتر على الليب بالم. دي بتاعه ايفون اللي انتوا عارفينها طبعا، دي اللي انا لسه جايباها، اللي هي بتاعه كاندي دي.
ودي بتاعه تشاو اللي هي باللاتيه، ودي برضو بتاعه تشاو بس بالفانيليا. الاتنين تحفه، بيدي دي نود ودي درجه بني خطيره، ودي بتدي لون بينك. لما بيكون عندي يوم طويل ما بحبش احط ليبستيك خالص، يا اما احط ليب جلوس كده يرطب شفايفي، يا اما بعتمد اكتر على الليب بالم. تمام. بعد كده الترطيب، ايدي بتنشف جدا، صيف شتاء بتنشف قوي، فبستخدم يا فازلين يا لونه. بس طبعا وانا نازله باخد لونه، في البيت بحط فازلين لان دي حجمها صغير فده تقيل قوي، فبحطه في البيت. يعني بصوا اصلا انا فتحتها، بصوا يعني بجد انا باكل فازلين يا جدعان بجد، لان هو بيرطب حلو جدا وبيحبس اي حاجه انا بحطها على جسمي، سواء مرطب سواء بادي اويل، اي حاجه بيحبسها، فبجد ده بيرطب حلو جدا، وده باخده معايا وانا نازله على طول. بس كده خلصنا الفيديو. لو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.